السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام ومتابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الدلو بتاريخ 15/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الدلو. على الصعيد العام انت يا دلو مش شبه حد، وعمرك ما كنت وعمرك ما هتكون. المشكلة انك ساعات بتتعب من كتر ما انت مختلف، ومن كتر ما شايف الصورة من زاوية محدش غيرك شايفها. الفترة دي انت واقف بين انك تكمل زي ما انت، او ترجع خطوة بس علشان ترتاح. بس خليني اقولك حاجة من القلب، انت لو رجعت مش هترتاح، انت اتخلقت علشان تتقدم. الصعيد العام بيقولك يا دلو إنك داخل مرحلة وعي أعلى، مش سهلة بس صادقة. بتفلتر الناس والأفكار والأحلام وحتى نفسك. في حاجات بتمشي في حياتك بهدوء، من غير خناقات ومن غير ضجيج، وده لأنك كبرت عنها مش لأنها كانت وحشة. كمان على مستوى العملي والإنساني أنت عندك فكرة أو رؤية، يمكن محدش فاهمها دلوقتي، بس صدقني اللي ما يتفهمش في الأول هو اللي بيقلب الموازين. وبعدين ما تستعجلش تسقف، أنت بتشتغل للعمق مش للمنظر. مبدئيا يا دلو أنت مش بتحب القيود، ولا بتحب تحس إن الفلوس ماسكاك من رقبتك. الفترة دي بتتعلم توزن من جديد، وإنك تسيطر من غير ما تتخنق، وتكسب من غير ما تبيع روحك. خطوة ذكية منك هتفرق، بس محتاج هدوء وتركيز. أما عاطفيا، ودي بقى الحتة اللي بتوجعك يا دلو، انت مش بارد، انت عميق لدرجة تخوف. بتحب بعقلك وبقلبك وبروحك، بس ما بتعرفش تمثل، يا أبيض يا أسود، يا كلك يا بلاش. المرحلة دي بتعلمك إن اللي يستحقك هو اللي يفهم صمتك قبل كلامك، ويمسك إيدك مش أفكارك بس. كمان صحيا ونفسيا خد بالك من دماغك، انت أكتر برج بيفكر، وأكتر واحد بينسى ويفصل. الراحة مش رفاهية ليك، دي ضرورة. لما تهدى كل حاجة بتتظبط. رسالة الصعيد العام بتقولك يا دلو انت مش متأخر، انت سابق، بس اللي سابق لازم يستحمل الوحدة شوية. كمل بطريقتك وبروحك، ومن غير ما تغير نفسك علشان حد. اللي جاي ليك شبهك. أما على الصعيد العملي، انت يا دلو في الشغل مش تقليدي، وده كان دايما سلاحك ونقطة ضعفك في نفس الوقت. الفترة دي بتثبت ان اختلافك مش مشكلة، المشكلة كانت ان المكان اللي انت فيه مش مستوعبك. الصعيد العملي بيقولك انك بدأت تشوف الصورة اوضح، مين يستاهل مجهودك ومين لأ. كمان في ضغط عملي واضح، بس الضغط ده جاي علشان يطلع احسن نسخة منك، مش علشان يكسرك. ممكن تحس انك شايل اكتر من طاقتك، او انك بتدي ومش بتاخد المقابل اللي بيرضيك. بس خلي بالك، في حركة هتحصل تخليك تحس ان تعبك ما راحش هدر. لو بتدور على شغل او بتفكر تغير مسارك، فالوقت ده مناسب للتخطيط الذكي مش الاندفاع. انت يا دلو لما بتهدى وبتحسبها صح، بتكسب من غير ما تخسر نفسك. وفكرة كانت مركونة على الرف هترجع تلمع من تاني، وناس كانت شايفة انك بتحلم هتبدأ تساعدك. كمان لو عندك شغل خاص او مشروع، خليك جريء بس مش متهور. خطوة واحدة صح اهم من 10 خطوات غلط. الشغل الجماعي ممكن يفتح لك باب، بس اختار بعقلك قبل قلبك. نصيحة الصعيد العملي بتقولك يا دلو ما تحاولش تثبت لحد انك شاطر، ركز انك تثبت لنفسك انك في المكان الصح. النجاح جاي بس بطريقتك انت، مش بالطريقة اللي الناس مستنياها. اما على الصعيد المالي، الفلوس عندك يا دلو مش ازمة رزق، قد ما هي ازمة ادارة وتوقيت. انت عارف تجيب، بس ساعات بتصرف بعشوائية، او تأجل حسابات مهمة على حساب راحة لحظية. الصعيد المالي بيقولك إنك بدأت تفوق للنقطة دي، وده أهم تحول يحصل. كمان في التزامات مالية ضغط عليك،
ممكن تكون متراكمة أو طلعت فجأة. بس في المقابل في باب رزق بيفتح بشكل غير متوقع، مصدر دخل جانبي أو فكرة قديمة أو شخص يقترح عليك حاجة كنت فاكرها مش ليك لكنها ليك أكتر ما تتخيل. انت يا دلو بطبعك كريم ويمكن زيادة عن اللزوم. الفترة دي محتاج تفرق بين العطاء اللي بيرجع لك طاقة والعطاء اللي بيستنزفك. مش كل حد يطلب منك يستاهل، ومش كل فرصة لازم تدخلها. كمان لو عليك ديون أو التزامات، في انفراجة تدريجية مش دفعة واحدة. خطوة بخطوة هتحس إنك بتتنفس والضغط بيخف، خصوصا لو التزمت بخطة حتى لو بسيطة. المهم إنك تمسك زمام الأمور بإيدك. كمان تحذير مالي بسيط يا دلو: ابعد عن المجازفة السريعة والوعود اللي شكلها حلو بس أساسها مهزوز. انت يا دلو لما بتسمع حدثك في الفلوس نادر لما بتغلط. رسالة المال بتقولك يا دلو الفلوس مش هدفك، بس لما تيجي في وقتها الصح بتخليك تحس بالأمان اللي كنت محتاجه. الخير جاي بس محتاج منك وعي أكتر مش حظ. أما على الصعيد العاطفي، القلب عندك يا دلو الفترة دي في راحة غريبة، مشاعر متشابكة بين الحرية والرغبة، وفي القرب بين الفضول والعمق اللي ممكن يخوف. ممكن تحس فجأة إن شخص قريب منك فجأة بيقرب بطريقة مختلفة، وده بيخلي قلبك يرفرف. بس في نفس الوقت في خوف من التزام أو فقدان المساحة الشخصية اللي أنت محتاجها. لو أنت مرتبط، العلاقة ممكن تمر بلحظات صراحة غير متوقعة، وكلام من القلب ممكن يغير كتير من مشاعرك اتجاه الشريك. في فرص تجديد لكن محتاجة تبان، وفي نوايا واضحة، لأن التردد أو اللعب بالمشاعر ممكن يبوظ الطاقة الإيجابية. الفترة دي مناسبة إنك تدي مساحة للتفاهم العميق وتسمع أكتر ما تتكلم، وهتتفاجئ باللي هتسمعه قلبك من شريكك. ولو أنت عازب، في شخص ممكن يدخل حياتك بشكل مفاجئ. طريقة كلامه واهتمامه حتى صمته أوقات هيخلي قلبك يتحرك من غير مقدمات. خد وقتك وتعرف، بس خلي قلبك مفتوح. مش كل علاقة محتاجة سرعة، في ناس محتاجة صبر علشان تظهر جمالها. رسالة الحب بتقولك يا دلو الحرية مش بس في الفعل، الحرية كمان في قلبك. لما توازن بين المشاعر والانفتاح هتحس إن الحب ممكن يكون أرقى وأصدق من كل توقعاتك. أما على الصعيد الصحي، الوقت ده يا دلو جسمك محتاج اهتمام أكتر، مش بس من ناحية التغذية لكن كمان من ناحية الراحة النفسية. ضغط الحياة ممكن يخلي جسمك متوتر، وده ممكن يبان في صداع متكرر وتوتر في الرقبة ووجع في أكتافك أو شعور بالتعب العام. حاول تدي لنفسك وقت تهدى فيه حتى لو نص ساعة في اليوم. كمان الرياضة دلوقتي مش اختيار، دي ضرورة. حاجة بسيطة زي تمارين تمدد أو أي نشاط بدني خفيف هيساعدك على تفريغ الطاقة المكبوتة والضغط اللي جوه قلبك وعقلك. الجسم بيتفاعل بشكل مباشر مع مزاجك. لما تحس براحة داخلية هتحس إن صحتك اتحسنت من جوه. نومك كمان مهم، حاول ما تهملش مواعيد نومك، لأن قلة النوم ممكن تخلي أي توتر صغير يكبر بسرعة. خليك متوازن بين نشاطك وهدوءك، وحاول تبعد عن كل اللي يرفع ضغطك بدون داعي. التوازن النفسي دلوقتي أهم من أي وقت تاني. رسالة الصحة بتقولك يا دلو صحتك مش بس في جسمك، صحتك كمان في راحتك النفسية. لما تدي لنفسك مساحة للهدوء هتحس إن كل حاجة حواليك أخف وأسهل، وهتقدر تواجه أي تحدي بطاقة إيجابية. أما على الصعيد الدراسي، الفترة دي يا دلو هتحس فيها بضغط على تركيزك، لكن لو قدرت تتحكم فيها هتقدر تحقق نتائج كويسة جدا. محتاج تنظم وقتك بشكل ذكي وتقسم المهام على كل مراحل بدل ما تحاول تعمل كل حاجة مرة واحدة. لو خصصت لكل موضوع وقت محدد وادي لنفسك فترات راحة هتلاقي إن دماغك بتستوعب أسرع وبتتعلم بطريقة أعمق. كمان الذكاء والفطنة عندك دلوقتي، حاول تستفيد من ده وتطبق اللي بتعمله على أرض الواقع مش بس تحفظه.
النقاش مع زملائك أو الناس اللي حواليك هيفتح لك آفاق جديدة ويخلي أفكارك أنضج. ساعات مجرد لما بتسمع وجهات النظر المختلفة بتخلي عقلك تشتغل بطريقة غير متوقعة، وده هيفيدك جدا في الامتحانات أو أي مشروع عملي. ما تفكرش كتير في الصعوبات اللي قدامك، ركز على خطوة خطوة. كل مهمة صغيرة هتكملها هتحس بالإنجاز وهتخليك تتحفز تكمل الباقي، ومع كل تقدم هتحس إن ثقتك في نفسك بتزيد وإنك قادر تواجه أي تحدي دراسي أو فكري يجي قدامك. رسالة الدراسة بتقولك يا دلو كل يوم جديد بتتعلم فيها حاجة تفيدك، وكل مجهود صغير دلوقتي هيفتح لك أبواب كبيرة قدامك في المستقبل. حافظ على تركيزك واصبر على نفسك، وهتشوف النتيجة بتجيلك بشكل مبهج أكتر مما تتخيل. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا دلو، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.